ويبقى السؤال مطروحا: ماذا يحدث في الجزائر؟ فقصصهم ورواياتهم وأساطيرهم تعددت هذه الأيام. قصة بلارج من المستشار الرئيس وفي المجلس الشعبي الوطني، ثم نفس القصة يرويها إمام مسجد الذي من المفترض أن يذم الكذب، إلا أنه هو يحكي قصة وكأنها حقيقة. ويخرج علينا آخر بقوله أن مكة المكرمة هي كانت في الجزائر، ثم آخر مادة مسكارة يستعملها النساء هي أصلها في الجزائر، والعديد من مثل هذه الترهات. السؤال يبقى مطروحا: ماذا يحدث في الجزائر؟ فتصديق مثل هذه الحكايات وهذه الروايات تدعنا نجزم بأن لا مجال للشك بأن هؤلاء الناس مرضى نفسانيون، وأن منظمة الصحة العالمية يجب أن تتدخل للحد مثل هذه الأمراض العقلية والاختلالات النفسية.